ناس كتير بقى طلبت مني اعمل فيديو عن الغاز الطبيعي، الغاز اللي هو بيركب في العربيات. هل هو مضر ولا هو كويس للعربية؟ هل بيأثر على الموتور ولا لا؟ هل هو موفر ولا لا؟ هقول لك دلوقتي. اول حاجة، الغاز الطبيعي اللي بيركب في العربية دلوقتي بقى يعتبر موجود في 90% من العربيات. العربيات الإحلال اللي هي لما انت بتروح تسلم عربية قديمة وتستلم عربية جديدة، بتستلم العربية بغازها ايا كان العربية نوعها ايه. وكلها عربيات موديل للسنة، وكلها عربيات مختلفة الانواع، صيني وكوري وياباني، زي النيسان صاني والاسبرانزا تيجو ونيسان سنترا والاكسنت ار بي والهونداي الانترا اتش دي ولادا جرانتا. كل العربيات دي موجودة في المبادرة وبتستلمها بغازها. فطبيعي الموضوع بقى ايه، بقى منتشر، مش زي زمان. زمان كان الغاز عادي وكان بيأثر، كانوا بيركبوه بس التاكسيات، وكان موضوع البنزين الفرق بينه وبين يعني كان البنزين مش غالي، فالناس ما كانتش بتلجأ للموضوع الغاز. دلوقتي البنزين بقى غالي اوفر، واحنا هنا بقى في مصر المسافات طويلة والطرق الجديدة ومثلا تشغل التكييف، كل ده بياكل معاك بنزين. وفي عندنا عربيات كتير استهلاك البنزين بتاعها عالي، واحنا بنستخدمها كتير، 2000 سي سي و1800 سي سي وال 1600 سي سي، ده الطبيعي يعتبر. فطبعا البنزين ما بيقعدش في العربيه، ومع ظروف البلد اللي احنا فيها وارتفاع الاسعار وارتفاع البنزين وقطع الغيار وكده. فانت عايز توفر، يعني عايز تستخدم العربيه لو انت بتروح بيها شغلك او بتروح بيها مشاوير او بتشتغل بيها، فانت عايز توفر بقدر الامكان، بس مش عارف توفر منين. فانت طبعا البنزين لوحده ده عايز جمعيه او عايز مرتب لوحده، غير قطع الغيار والصيانه وكده. فاحنا موضوع الغاز كويس. يعني توكل على الله لو انت عايز تركب غاز، بس تركبه جديد ويكون مناسب للعربيه. الغاز دلوقتي بقى بيركب نظام اسمه نظام غاز حقن. الغاز الحقن ده يعني العربيه بتبقى مش ماشيه غاز بس، عشان الغاز بس بيبقى يعتبر يعني جاف على العربيه. لا، بتركب الغاز الحقن ده بياخد نسبه من البنزين، عباره عن بخه كده، عامل زي البخه اللي انت بتبخها مثلا بازازه البرفان مثلا، بخه بسيطه كده على الرشاشات مع الغاز. فانت لو لاحظتها هتلاقي نفسك بعد ما تركب، لو مشيت بالعربيه يومين ثلاثه غاز، هتلاقي مؤشر البنزين نزل سنه. فانت هتقول ازاي ده انا ماشي غاز بس ما بمشيش بنزين؟ لا، ما هو بياخد نسبه من البنزين بس مش كتيره، فده بيساعد العربيه ان هي الموتور ما يتهلكش بسرعه زي ما يعني الاقاويل اللي كانت بتتقال قبل كده زمان. الغاز بيبهدل العربيه. الغاز بتاع زمان كان غاز عادي، مش غاز حقن زي بتاع دلوقتي. فالغاز الحقن بتاع دلوقتي غاز كويس، مش هيأثر معاك في العربية على حاجة لو انت خايف منه. هو مشكلته دلوقتي ان هو بقى غالي قوي. يعني من فترة قريبة كان وصل 8000 جنيه، وبعد كده بقى ب 10 مش عارف 800، بعد كده مش عارف بقى ب 12، دلوقتي بقى ب 16000 ونص. 16000 ونص كاش. انت لو عايز تركبه كاش هتدفع 16 ونص، لو عايز تركبه قسط على سنة هتركبه برضو بتمن الكاش. دي الميزه اللي فيه. يعني انا اعرف كذا حد ركب في عربيته غاز قسط بتمن الكاش، دفع ال 16 ونص، يعني دفع ال 16 ونص على سنه. فشوف بقى بتتقسم ازاي. هتلاقي نفسك بتدفع مثلا كل شهر 1300 او 1400 على ال 12 شهر. شوف بقى حسبتها هتبقى عامله ازاي لما تروح هناك وتتعاقد. فهي القسط على سنه هتبقى بتمن الكاش. اما لو هتزود بقى، لو انت ال 1300 او 1400 كتار وانت عايز مثلا تخليها 900 800، فهتزود في السنين، فطبعا هيبقى فيها فوائد. فانا اللي انصح بيه، لا، خليها على سنه وركبه على سنه. ال 1300 وال 1400 دول بتمن تفويلتين ثلاثه بنزين. انت بتخش تحط بنزين ب 400 و450. انت اعتبر ان انت فولت 3 مرات، دول تمن قسط الغاز اللي انت هتركبه. والغاز نفسه انت لو بيركبوا دلوقتي في كل العربيات الجديده اسطوانات 60 دي مقاسها متوسط، مش كبيره قوي زي اللي كانت بتركب زمان في العربيات البيجو والشاهين واللادا اللي كانت شغاله تاكس، كانت شنطتها بحر ما شاء الله. دلوقتي العربيات الجديده بتاعتنا الشنطه بتاعتها مش هتستحمل، او حتى لو هي شنطتها الى حد ما كويسه العربيه اللي معاك، انت مش عايز الشنطه كلها تروح في الاسطوانه بتاعت الغاز. فهم دلوقتي شافوا الموضوع ده، قال لك لا، العربيات الملاكي كلها تركب اسطوانات 60. فانت لما تروح تسال حتى لو انت عايز تركب الاكبر اللي هي ال 70، هيقول لك لا، احنا هنركب لك ال 60. ال 60 كويسه معاك، ممكن تعمل معاك مسافات 160 كيلو او 155 كيلو، يعني في الحدود دي. وفي نفس الوقت البنزينات بقت منتشره. يعني انت ما تقولش مثلا لا، ده انا ممكن اسافر بالعربيه 200 300 كيلو هفول مره بعد كده امشي بنزين، طب لازمتها ايه؟ لا، انت ممكن من بيتك لو انت رايح اسكندريه
تفول من هنا ومن القاهره يعني، وانت ماشي على الطريق بعد ما تخلص مثلا نص التفويله هتلاقي في محطه غاز على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، فول منها تاني هتاخد مثلا بنص يعني نص الاسطوانه، كمل بيها هتلاقي وديتك اسكندريه، وممكن تلففك هناك كمان وانت راجع تفول. فانت ما تقولش ان مثلا لا 140 ولا 160 كيلو مش هيوصلوني، اصل اسكندريه 200 وحاجه، اصل مطروح مثلا 400 لا مش هتعمل معايا. لا، انت البنزينات دلوقتي بتاعت الغاز بقت منتشره في كل حته وموجوده، انت ممكن تلاقي اتنين قصاد بعض في منطقه واحده، ممكن تلاقي في شارع واحد اتنين بينهم وبين بعض محطه. فبقى منتشر الغاز، بقى منتشر غير زمان. زمان كان المنطقه واحده فيها محطه واحده بس، ممكن لو انت ساكن في منطقه ما تركبش غاز بسبب ان المنطقه بتاعتك دي كلها ما فيهاش غاز. دلوقتي بقى في كل طرق رئيسيه لو تاخد بالك طول ما انت ماشي على الطريق هتلاقي بنزينه شيل اوت وجنبها ماستر جاز، هتلاقي بنزينه مثلا مش عارف توتال وجنبها كار جاز جديده. طول ما انت ماشي في منطقتك هتلاقي محطه غاز، فده هيساعدك ان انت هتفول بسهوله. وانت ماشي مثلا على الطريق مسافر هتفول التفويله وبعد كده تزود زي ما احنا قلنا. التفويله كلها بكام؟ يعني لو عربيتك فاضيه خالص هتفول يعني في حدود من 55 جنيه ل 60 جنيه على حسب. لو العربيه فاضيه خالص ممكن يوم ما يعني تعلى قوي تبقى 62 جنيه بس هتقل، مش هتزيد عن كده. ده يعني للاسطوانه ال 60. متاحه بقى للعربيات الصيني والكوري والياباني، كل الناس بتركب دلوقتي. لو معاك افيو، اوبترا، نيسان صاني، بي واي دي، معاك كيا سيراتو، الانترا، تويوتا كرولا، سبرانزا، تيجو، اي حاجه من العربيات دي، كيا كارنز، اي عربيه من العربيات اللي استهلاك البنزين بتاعها عالي هتلاقيه مركب على طول غاز. الا بقى لو عربيتك مثلا 1000 سي سي او 1200 سي سي زي سوزوكي ماروتي مثلا والشيفروليه سبارك والعربيات اللي هي السي سي بتاعها قليل، فهتلاقي ما بتاخدش بنزين معاه، فمش يعني ما انصحكش ان انت تلجا للغاز. لكن انت عربيتك 1600 سي سي وبتلف بيها كتير وعايز معظم الوقت تشغل التكييف والبنزين بيفرق معاك، ولو شغلت التكييف رايح جاي مثلا لشغلك هتلاقي البنزين مش هيقعد في العربيه، لا يا باشا ركب غاز وشغل التكييف براحتك وسافر وروح هنا وروح هنا، وهتلاقي نفسك بتفول كل 3 4 اسابيع تفويله واحده بنزين مثلا بنص التانك مش بكل التانك. هتعيشك وانت على حسها بقى كل يومين 3 تفول تفويله غاز. لو انت مشوارك قريب كل يومين او كل يوم هتفول تفويله غاز واحده، بس هتلاقي نفسك مش بتحط ب 450، هتلاقي نفسك بتحط ب 43 ب 45 ب 47، هتلاقي نسبه كبيره فرق. اما بقى في حته التركيب نفسه، لو انت من القاهره تروح تركب في كار جاز اللي هي في عبود. لو انت في محيط القاهره وسط البلد، شبرا، حدائق القبه، الحتت دي، كار جاز عبود دي اقدم بنزينه وانضف بنزينه بالنسبه لي في التركيب. ولو انت من محيط مصر الجديده، مدينه نصر، تجمع الجنب ده، كار جاز الماظه. لو انت من الجيزه بقى، هرم، فيصل، دقي، مهندسين، كار جاز اللي هي في شارع مصدق اللي هي كار جاز مصدق الدقي. الثلاثه دول اشهر 3 بنزينات وبيركبوا غاز من سنه 2002 او 2003، من ساعه ما الغاز ده ابتدى ينتشر في البلد، يعني من زمان قوي. في طبعا بنزينات تانية بتركب غاز، بس انا بالنسبه لي رقم 1 فيهم هي كار جاز، رقم 2 غاز تك، رقم 3 ماستر جاز، رقم 4 توتال اللي انت بتشوفها في الشارع دي اللي هي بنزينه توتال. ساعات بيبقى فيها مركز تحويل تحول لك العربيه غاز. بس بالترتيب اللي انا قلته ده هو الترتيب ده الافضل: كار جاز، بعد كده غاز تك، بعد كده ماستر جاز، بعد كده توتال. تمام؟ ده بالنسبه للبنزين. مش كل بنزينه جنبك بتاعه غاز او كل محطه غاز جنبك ممكن تلاقي فيها مركز تحويل يحول لك العربيه غاز. لا، انت ممكن تبقى جنبك محطه بس يعني حجمها صغير فمعموله ان هي تفول العربيات بس. مش معنى ان هي جنبك فاتحه فانت تروح تقول له انا عايز اركب غاز هنا، هيقول لك لا، روح اقرب مركز تحويل انت تعرفه. فانا ال3 اللي انا رشحتهم دول هم اشهر او اكبر 3 محطات ممكن تحول فيهم. ده بالنسبه لكار جاز. غاز تك برضو طبعا ليها، يعني اشهر محطه الغاز تك موجوده اللي هي في مدينه النهضه ناحيه طريق بلبيس في السلام، دي اكبر محطه غاز تك او اول واحده يعتبر فتحت غاز تك. في طبعا غاز تك كتير، في محطات في غمره، في شارع بورسعيد، في كتير، بس انا اللي بتكلم فيهم دول هم المشهورين قوي او اللي هم اساس التركيب او هو اول محطات اتعملت ركبت. فهم هتلاقي فيهم اساس الفنيين او الفنيين نفسهم اللي بيركبوا هناك. الموضوع بالنسبه لهم تافه جدا ان هو يحول لك العربيه غازي. يا دوبك هيقول لك هيديك ميعاد ويقول لك تعالى الساعه 8 مثلا يوم كذا، هتروح الساعه 8 وتقعد بس في الاستراحه ساعتين زمن عبال ما تشرب كوبايه شاي تلاقي العربيه بقت شغاله كلها كامله. الغاز ركب، هتركب العربيه يقول لك خش فول، هتفول هتلاقي العربيه بقت غاز، هتلاقي بقى الاسطوانه ركبت والمواسير تحت
والجهاز اللي ركب في الموتور، وكل التوصيلات ركبت والكهرباء، والمفتاح بتاع الغاز اللي هو بيركب عندك هنا اللي هو بيبقى راكب هبقى انزل صورته هنا، هتلاقي مفتاح صغير كده في الانوار دي بتبين اللي هو العربيه فيها قد ايه، زي مؤشر البنزين بالظبط. لو هو على اللون الاخضر فانت كده ماشي غاز، لو قلبته على اللون اصفر ده انت كده ماشي بنزين. لو الاربع لمبات دول خلصوا خالص ولقيت اللمبه بقت حمراء كده، الغاز في العربيه خلاص قرب يخلص، يا دوبك اللي فيه هيمشيك مثلا 2 3 4 كيلو بالكتير. فاهم قصدي؟ ده بالنسبه لموضوع الغاز كله. انت عايز تركب غاز، انا ارشح لك ركب غاز على طول، توكل على الله. الغاز كويس في العربيه، ما تقولش لا ده بيهين الموتور. ده لو نفرض ان هو بيهين الموتور، الشورت بلوك بتاع العربيه بتاعتك او الموتور بتاع عربيتك بكام؟ يعني خلينا كده مع بعضينا. هتقول لي مثلا ب 15000 جنيه، ب 20000 جنيه، ب 22000 جنيه، ب 25000 جنيه. انت لو بصيت في كل شهر انت بتوفر كام بنزين لمده بقى نقول الموتور بقى ممكن يعيش معاك 4 سنين، 4 سنين، وهتلاقي بقى نفسك ان انت عايز تغيره لو هو ثمنه زي ما انا قلت كده. شوف انت كل شهر هتوفر كام، هتلاقي نفسك في السنه الواحده موفر 12 او 13 او 15000 جنيه من الغاز والبنزين. اضربهم في 4 سنين هتلاقي نفسك موفر حوالي 45000 جنيه او 40000 جنيه لو انت ماشيك كتير وبتاع وكده. 40000 جنيه انت تقول لي هروح اجيب موتور ب 20000 ولا 22000؟ ده ردي على الناس اللي هي بتقول لا ده بيبوظ المواتير. لا، انا شفته في عربيات كتير او جربته في عربيات كتير مع ناس صحابي وناس معارف راكب في العربيات دي لا يقل عن 12 او 15 سنه ولسه العربيه زي ما هي والموتور زي ما هو، العربيه ماشيه مسافات طويله وبتسافر وبتروح وبتيجي، بس انت حافظ على العربيه. الغاز عايز ان انت اول باول يعني كل فتره كده تغير طقم السلك اللي هو بيبقى على البوجيهات، وتغير بوجيهات، لان الاثنين دول بيبقى عليهم حرق كتير في الغاز. لكن انت لو عربيتك بنزين البوجيهات لو فضلت في العربيه سنتين بايظه انت مش هتحس. لكن في الغاز هو عشان عايز كهرباء عاليه، فانت اهم حاجه تهتم بايه؟ تغير طقم البوجيهات اول باول يعني كل فتره، وتغير طقم السلك. غير كده لا، وامشي بالعربيه غاز زي ما انت عايز، وكل كام يوم كده امشي بيها شويه بنزين، كل كام يوم امشي بيها شويه بنزين. يعني انت رايح الشغل بتاعك، رحت سبت حد 2 3 4، تعالى على الخميس روح بيها بنزين وانت رايح شغلك، ويبقى ارجع غاز، تبقى ريحت العربيه ايه؟ ريحت العربيه شويه. لكن بقى حته اللي هو اللي يعتبر يعني الناس اللي بتتكلم وهي ما جربتش، اللي تقول لك لا اصل الغاز بيعمل، الغاز بيسوي، كان عمل في العربيات اللي موجوده دي كلها. يعني في عربيه بي واي دي انا اعرفها مع حد معرفه يعني، مركب الغاز فيها من سنه 2012. احنا دلوقتي سنه 2023، يعني الغاز ده راكب في العربيه بقاله 11 سنه. العربيه كويسه وموتورها راكب فيها زي ما هو، ولا الموتور ولا جابت موتور ولا بتعطل ولا مش عارف ولا مفيش الكلام ده خالص، وبقالها 11 سنه. شوف انت بقى يعني حلني، يعني اديني ويديك طول العمر ال 11 سنه دول انت هتقعد معاك العربيه ولا لا؟ انت ركب الغاز وطبعا الغاز راكب جديد، يعني انت اكنك جايب عربيه جديده وغاز جديد، فالغاز هيركب في العربيه انسى اي اعطال منه لمده 4 سنين قدام. انت ال4 سنين دول اصلا بعد ما تخلصهم هتلاقي نفسك هتبيع العربيه عشان هتغير، هتبقى خلاص هتبيع العربيه بغازها وتجيب عربيه ثانيه. قبل ما الموضوع ده اصلا يحصل او قبل ما يحصل فيها مشاكل هتلاقي نفسك اصلا اتبسطت من العربيه، وال4 سنين اللي انت قعدت العربيه فيهم معاك هتلاقي العربيه تمام لمده 4 سنين او 5 سنين كمان. لو انت بتعامل العربيه كويس او انت بس الوحيد اللي بتركب العربيه، هتلاقي الغاز معاك احسن من البنزين كمان، ولا بيأثر في سحب ولا اي حاجه. لو انت ماشي غاز من غير يعني انت لو دوست على المفتاح بتاع الغاز قلبت العربيه بنزين او غاز بس من غير ما تبص عليه، انت مش هتبقى عارف انت ماشي بالعربيه غاز ولا بنزين الا لما تبص عليه، من كتر ما هو زي يعني هو والبنزين زي بعض، متساويين في الاداء، في المشي، في السرعه. اما كل ده مهم ان انت في الخلاصه هتوفر، هتلاقي نفسك واخد اداء، واخد كل اللي البنزين بيديهولك بس موفر لنفسك.